بطلتنا الطيبة الجميلة بدل ما تعيش حياتها وشبابها بيجبروها أهلها تتجوز من شخص مشلول بدل أختها اللي خبطته بعربيتها وتسببت في شلله كتعويض ليه يعني. فيا ترى بطلنا يعمل ايه لما يعرف انها شخص تاني؟ تابعوا معايا الملخص عشان تعرفوا. بيبدأ مسلسلنا بمو مرات أبوها وأختها مكتفينها وأجبروها إنها تتجوز من جيانج بدل أختها، ولما بترفض بتقولها مرات الأب لو ما عملتيش كده مش هدفع علاج والدتك. فبتهدم وبتوافق وبتخش للجنج على أساس إنها اتشوي، وبيبصلها هو بكره وبيفتكر يوم الحادثة لما خبطت عربيته وعمل حادثة، وبسبب إصابته مبقاش يقدر يمشي، وبيبقى شاكك إنها مش هي لأن شكلها غريب، بس ما بيقدرش يتذكر شكلها يوم الحادثة لأنه كان مصاب. وبيقول لها بأسوأ إنه اتجوزها علشان ينتقم منها وياخد حقه، مش حبا فيها ولا حاجة، وإن من النهاردة هيخلي حياتها جحيم. بتتحمل مو بتسكت علشان علاج والدتها. هو بيبدأ جيانج انتقامه وبيعملها بأسوأ، لحد ما بيجي جين حبيبها القديم قدام البيت، فبتقول لجيانج إن ده صديق أختها وهي هتتكلم معاه، وبتطلب من جين بهدوء إنهم ينفصلوا لأنها دلوقتي اتجوزت ومبقاش ينفع يكون في علاقة ما بينهم. ولما بيحاول يعرف السبب بترفض تقوله، وبتدخل البيت وهي حزينة، وبيشك جيانج فيها وبيسألها لو فعلا ده صديق أختها. بتقوله أيوة بس برضه مش بيصدقها، وبياخدها عند صديقه الدكتور لمستشفى الأمراض العقلية، وبيحبسها هناك فترة علشان يعاقبها، وبيطلب من المساعد يعرف لو تشوي فعلا عندها أخت، وطبعا بيكون بيتكلم على مو اللي مفكرها تشوي، وبيروح يطمن عليها بعد ما بيحس بتأنيب الضمير لما بيسمع صريخها من خوفها. فبياخدها البيت وبتكون مو مرعوبة من اللي شافته في المستشفى، فبيقرب منها جيانج وبيلمسها وبيعمل معاها علاقة بالعافية، وبتقول في اللحظة دي إنها كرهته للأبد. وتاني يوم بيقول لها تاخد دوا منع الحمل لأنه مش عايز يكون ليه طفل منها، وبتروح مو تزور والدتها في المستشفى، وهناك بيجيلها جين وبيفضل يزن عليها تقوله سابته ليه بعد ارتباط 5 سنين واتجوزت جيانج. بتقوله عشان الفلوس ارتحت، بس عشان هو عارفها ما بيصدقهاش، لحد ما بيجي جيانج مع رجالته فبتقرب منه مو قدام جين وبتبوسه علشان تبعده عنها. وفعلا بيحزن جين وبيمشي، وبيهزق جيانج مو لأنها قربت منه بدون إذنه. بتتعب من معاملته ليها وبتقوله يقتلها أريح. بيقولها هو انتي لسه شفتي حاجة؟ أنا هخلي حياتك جحيم. بتفكر مو ازاي تخلص من الورطة دي، وبتروح المستشفى وبتشوف والدها هناك عند أمها، وبيهدد مو إنها لو ما جابتلوش فلوس من جيانج هيقطع مصاريف علاج الأم وهيقتلها كمان، وده لأن شركته بتخسر ومحتاج الفلوس ضروري، وبيحطها قدام الأمر الواقع. بتقوله بقلة حيلة إنها تحاول، وبتروح بتردد علشان تطلب فلوس من جيانج اللي بيطلع واطي وبيوافق في مقابل إنها تتبرع بكليتها لأخته والبنت علشان أمها بترضى. لكن يوم العملية بتعرف الدكتورة إنها حامل وبيلغوا العملية. بيتجنن جيانج منها وبيقول لها إنه حذرها تحمل منه. بتفتكر مو إنها نسيت تاخد الحباية، ولما بيقول لها ترجع له فلوسه بتعرفه إنها صرفتهم، فبيقول لها إن لو أخته حصل لها حاجة هيموتها. وبتسوء حالة والدة مو بتتوفى وبتنهار مو على موت والدتها، وبيعتذر منها الدكتور إنه معرفش يعمل حاجة، وده لأنهم ما سددوش فواتير المستشفى لمدة 3 شهور، فاضطروا يوقفوا العلاج. بتتصدم مو من كلامه بتقوله ازاي. بيقول لها انهم لما اتصلوا بابوها قالهم انه معهوش فلوس يدفع، فبتفتكر مو انها لسه مديالهم 50 مليون، وكل دوت مفهمينها انهم بيدفعوا فلوس المستشفى، فبتقرر انها لازم تنتقم منهم. ومن كتر الحزن والضغط اللي عليها للأسف بتفقد الطفل، وبتروح لوالدها وبتعرفه ان خلاص امها ماتت بسببه، وما بقاش في حاجة يهددها بيها، وهي هتاخد حقها وهتعرف جيانج الحقيقة وانها مو مشيت شوي اختها. وساعتها بيجي جيانج وبتقول له مو الحقيقة وانها مو مشيت شوي، فبيعرف والدها انه هينتقم منه وهيخلي شركته تفلس علشان ضحك عليه، وبياخد مو وبيمشي. وفي البيت بتقول له مو انهم لازم يطلقوا طالما عرف الحقيقة. بيتضايق لما بيحس إنها هتسيبه لأنه بدأ يتعلق بيها ويحبها، وبيخاف تسيبه وتروح لجين، فبيتحجج بالفلوس اللي أخدتها منه. هو بيقولها تسددها الأول ساعتها هيطلقها. بتقوله إنها دلوقتي مش حامل وتقدر تدي كليتها لأخته. عرفها إنهم خلاص لقوا متبرع وإنه مش مستعجل على الفلوس براحتها خالص.
وبيسيبها وبيمشي. وبتروح مو تزور قبر أمها، وبتجيلها أختها تشوي وبتشمت فيها إنها بقت لوحدها، حتى جوزها معاق ومش هيحميها. فبتدافع مو عنه وبتقولها إن إصابته مؤقتة، وإنه هيخف عكس ناس تانية مريضة نفسيا. وبيكون جيانج وصل وسمع كلامها وفرح إنها بتدافع عنه، وبيزعق في تشوي وبيقولها إنهم عايشين وبيصرفوا من فلوسه، وإنه كان ممكن يسجنها أو يكسر رجليها زي ما عملت معاه. فتبعد عن مو أحسن. بتترعب تشوي من كلامه وبتسكت. وفي البيت بيفضل يفكر في كلام مو وهو بصوته بيسألها لو فعلا ممكن يكون في أمل إنه يخف ويرجع يمشي تاني. بتقوله بتفاؤل طبعا هتخف وترجع زي الأول وأحسن. بيبصلها بحب وبيسألها لو بتحبه، وبتتوتر وبتقوله لأ، أنا مش هنسى نفسي ولا اتجوزتني ليه، عموما قريب هرجعلك الفلوس وتخلص مني خالص. بيتضايق من كلامها وبيستغرب من نفسه إنها كل ما تجيب سيرة الانفصال يزعل. وتاني يوم بتروح معاه المستشفى علشان العلاج الطبيعي لرجله، وبتفضل جنبه وبتشجعه إنه يكمل العلاج. وبيرتاح معاها وبيشكرها إنها وقفت جنبه، وبيسألها لو عايزة أي حاجة، فبتقوله بهزار إنه يخفض مبلغ الدين ل40 مليون. فبيوافق فورا، وبتفرح إنه وافق رغم إنها كانت بتقولها بهزار. وهو بيتضايق من جواه لأن المبلغ قل، وخايف تجمعه وتسيبه، ساعتها مش هتكون في حجة علشان يخليها جنبه. وفي البيت بيتصل بيها جين، وبيعرفها إن مدرستهم عاملة اجتماع لكل الناس اللي اتخرجت، وإنه هيبعت لها العنوان علشان تيجي، وما بيديهاش فرصة ترفض. ولما بيسألها جيانج مين اللي كان بيكلمها، بتخاف تقوله الحقيقة، وبتقوله إنه رئيس الفصل. فبيقول لها بشك لو عرفت إنك بتكدبي عليا مش هسامحك. وبتروح مو في الطريق بيجيلها جين، وبيطلب منها يوصلها، بتقوله لأ وإنها متجوزة. فبيعرفها إنه عارف إنهم أجبروها، وإنها لما تتطلق هيرجعوا لبعض، بس هي بتصمم على الرفض. فبيقول لها تروح معاه الاجتماع المرة دي، ومن بعدها هيسيبها خالص. فبتوافق علشان ينساها. وبيكون جيانج مراقبها وبيشوفهم سوا، فبيتعصب جدا إنها كدبت عليه وراحت مع جين. ولما بتروح بالليل بيفضل يزعق معاها لأنها كدبت عليه. فبتحاول تبررله إنها راحت فعلا معاه الاجتماع، وإنه قابلها صدفة، بس هو ما بيصدقهاش. وبيعاملها بأسوأ لحد ما بتقول في نفسها إن الوقت جه علشان ترجعله الفلوس بأي طريقة وتتطلق منه. وتاني يوم بتكلم والدها وبتقوله يدور لها على مكان ويفتح لها فيه معرض. طبعا بيرفض وبيقول لها إنه معوش فلوس. وساعتها بتهدده إنه لو منفذش طلبها هتكلم جيانج يسحب كل فلوسه من شركته. فبيخاف الأب وبيعمل لها اللي هي عايزاه. ولما بتروح بالليل متأخر بعد ما مضت العقد مع والدها، بيسألها جيانج اتأخرت ليه، وإن النهاردة كان ميعاد الدكتور بتاعه. فبتقوله إنها نسيت غصب عنها. وهنا بيزعل جدا إنها نسيته، وقال لها بلوم إن هي بنفسها اللي وعدته إنها تروح معاه كل مرة للدكتور لحد ما يخف، ومحدش غصبها، وإنه هيزعلها لو نسيت ميعادها معاه تاني. فبتوعده إنها تروح معاه بكرة. وفعلا تاني يوم بتروح معاه وبتكون حالته اتحسنت. ولما بيروح بيفضل يتدرب لوحده إنه يمشي. ولما بتشوفه مو بتجري عليه وبتحضنه بفرحة إن رجله بدأت تخف، وبتبعد عنه وبتتكسف، وهو مبسوط إنها قربت منه لأنه خلاص وقع في حبها، بس بيكابر قدامها. وبعد يومين بتروح تشوف معرضها، وبيجيلها جين فبتقوله إنها آسفة بس لازم يمشي وما يجيلهاش تاني، لكنه بيقرب منها بالعافية وبيحضنها. وبتكون أختها متفقة معاه وبتصورهم، وبتبعت الصورة للجنج اللي كان في شركته. ولما بيشوف الصورة بيتجنن وبيتصل على مو، بس جين اللي بيرد على تليفونها وبيقوله إنها مش فاضية وبتاخد شاور. بيتصدم جيانج من الكلام وبيكون هيموت من الغيرة، بس اللي حصل إن جين وقع القهوة على هدومها. ومو لما راحت تنضف هدومها رد هو على تليفونها، وبتطلب منه مو إنه ما يحاولش يشوفها تاني. ولما بتمشي بتجيله أختها، وبتمثل إنها ندمانة إنها خلت مو تتجوز جيانج بدلها، وده لأنه بيعذبها من ساعة ما عرف الحقيقة. وبتقوله إنه لازم ينقذ حبيبته، فبيخاف جين عليها، وبيقول إنها أكيد اتغيرت معاه بسبب خوفها من جيانج، وهو لازم يلحقها. وبتفرح تشوي لأنها بوظت علاقة مو وجيانج. ولما بتروح مو بيمسكها جيانج وبيخنقها بعصبية، وبيسألها كانت فين. بتبعد عنها وبتقوله إنها مش فاهمة حاجة، وإنها كانت في المعرض اللي عملته. وبتطلع كارت فيه فلوس وبتقوله إنهم 10 مليون من اللي عليها، لكنه بيرمي الكارت في وشها وبيزعق معاها، وبيوريلها صورتها مع جين. فبتتصدم من الصورة وبتقوله إنه فهم غلط، وإن جين كان بيبارك لها على المعرض مش أكتر، بس بيكدبها وبيقولها إنها خانته معاه. وعلشان يأكد لها بيسمعها تسجيل المكالمة.
فبتتفاجئ ان جين كدب وما بتبقاش فاهمة هو عمل كده ليه، وبتنهار وبتقول لجانج ان جين كداب وانها ما عملتش كده، ولو مش مصدقها يتأكد من كاميرات المراقبة بنفسه. وفعلا تاني يوم بيجي مساعد جيانج وبيقوله ان رجع الكاميرات وكلام مراته صح، وجين قرب منها بالعافية فبيعرف انه ظلمها، فبيتصل بيها وبيطلب منها تروح معاه جلسة الدكتور، وبيكون خايف ترفض بعد اللي عمله، بس هي بتوافق وبتروح معاه، وبيكون هو مبسوط بوجودها جنبه، وبتفضل مو جنبه وبتهتم بتدريبه وبتبقى فرحانة انه بدأ يخف. ولما بيروحوا بتديله كارت تاني فيه فلوس، وبتقوله انهم قريب هيطلقوا بعد ما تسدد ديونها، بس ما يقلقش هي هتفضل تروح معاه للدكتور لحد ما يخف خالص. كل ده والجانج حزين جدا ومرعوب من فكرة انها تسيبه، بس مش عارف يعمل ايه، وبيتصل بمساعده وبيطلب منه يعرف له مكان معرض مو، وكمان يشوف تسجيل فيديو تشوي لما خبطت عربيته ويسلمه للشرطة علشان تتعاقب. وتاني يوم بيجيله مساعد وبيقوله انه عرف المكان، فبيطلب منه ياخده لهناك بسرعة. ولما بيوصل بيتصل بأمه وبيقولها تخرج له برا، بتطلع له وهي مستغربة انه جالها وبتسأله لو في حاجة، فبيقولها بتوتر ابدا كنت معدي فقلت اشوفك، اصل انا حاسس بتعب في رجلي. هو بيكون عايز يشوف ردة فعلها، وفعلا بتقلق جدا عليه وبتتصل بالدكتور وبتطمن منه، وبترتاح ان مفيش قلق عليه، وبيفرح جيانج بخوفها عليه، وبتسأله عن مساعده فبيقولها انه مشي لان عنده ظروف، وبيكون بيتحجج علشان يقضي وقت اكتر معاها، فبتضطر انها تاخده معاها لمكان شغلها، وبتسيبه وبتروح تشتغل. وبعد مدة بيجي جين، بيتضايق جيانج لما بيشوف في المكان، وبيقوله جين ان جوازه من مو كان غلطة من الاول، وان المفروض كان يتجوز تشوي وهو اتجوز مو، بس هما فيها لسه، والصح انه يطلقها. وهنا بتوصل مو بتزعق مع جين وبتقوله ان دي حاجة تخصها وانه ما يتدخلش، وبتطرده برا المكان. وهنا بيزعق جين فيها وبيقول لها انها كده بتظلم نفسها مع شخص معاق مش هيساعدها، ما بتستحملش مو اهانته للجانج وبتضربه بالقلم، فبيتجنن وبيقول لها بتضربيني علشان المعاق ده مش عارف متمسكة بيه على ايه. وهنا بيرد الجانج وبيغيظه وبيقوله لانها حامل في ابني عايز حاجة تاني. بيتصدم جينو بيسألها لو الكلام ده حقيقي، بتقوله ايوه حقيقي واوعى تقرب مني تاني، وبيهدده جيانج انه هيأذيه لو فكر يقرب من مراته. وبيمشوا يسكت جين لا طبعا، يقول ان جيانج اكيد مهددها علشان تقول الكلام ده وانه لازم ينقذها منه. ولما بيروحوا بيكون جيانج متضايق من اللي حصل، بتعتذر منه مو بالنيابة عن جين، فبيغير اكتر وبيقولها بأسوأ وانتي بتعتذري بالنيابة عنه ليه؟ يخصك في حاجة؟ انتي لسه مراتي، وبما اننا فقدنا ابننا ممكن اخليكي حامل تاني بسهولة. هو بيقرب منها بالعافية بس هي بتبعده، وبتقوله انه خلاص مبقاش فيه ما بينهم علاقة، وانها بتحاول تسدد له الفلوس اللي عليها. بيقول لها موافق، هديكي سنة تحاولي تسددي الفلوس ومش هقربلك، وساعتها هطلقك، ولو الوقت عدى هتنفذي ساعتها اللي هقولك عليه. ووقت ما بتفكر ازاي في سنة هتقدر تجيب المبلغ ده، كان هو بيفكر ازاي يمنع عنها اي طريقة تقدر تجيب بيها فلوس علشان ما تسيبوش. وتاني يوم بعد ما بيخلص الدكتور بتاعه بياخدها معاه الشركة علشان لو احتاج حاجة، بس في الحقيقة انه كان عايزها تفضل جنبه، وبتفضل هي تتفرج عليه بحب وهو بيشتغل، مش عارفة ازاي الصراحة بتحبه بعد كل ده. وبعدها بتفكر مو ازاي عدى كل الوقت دوت على علاج جيانج ورجله لسه ما اتحسنتش، بس الحقيقة انه بيكون خف خالص، بس عرف مساعده انه ما يقولهاش علشان يلاقي حجة تكون جنبه بيها، وبيخبي عليها انه بقى يمشي. لكن مو ما بتسكتش وبتقلق انه ما بيتحسنش، وبتروح علشان تتصل بالدكتور، بس الدكتور ما بيردش عليها زي ما جيانج قاله. ولما بتكون في الشركة معاه بيجيلها جين وبيقول لها تروح معاه وإن تشوي أختها ندمانة على اللي عملته معاها. بتتريق وبتقوله بقى أختي ندمانة؟ قالها أيوة، وكمان عرفت إنك مديونة لي، أنا هبيع البيت وأديكي كل الفلوس اللي محوشها علشان مجبركيش تفضلي جنبه. بتقوله مين قالك إني مجبرة إني أفضل معاه؟ أنا معاه بمزاجي وفلوسي هسددها بنفسي. وبترفض تروح معاه، فبيخدرها وبيخطفها. وعند جانج بيقلق لما مو بتتأخر عليه، فبيجيله مساعد وبيوريله كاميرات المراقبة واللي ظاهر فيها جين وهو بيخدر مو بيخطفها. بيتجنن جيانج وبيكون مرعوب عليها، وبيروح بسرعة علشان يدور عليها. وبنروح لمو لما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت مع جين، وبيقول لها ان ده بيتهم اللي اشتراه علشانها، ومهما بتعترض وبتقوله انها متجوزة ويسيبها بيكون مهووس بيها وبيرفض، وبيعرفها ان اختها هتساعدهم علشان يهربوا سوا. وبتتصل تشوي بجيانج
وبتقوله يديها 50 مليون علشان تعرفه مكان مراته، وهو بيوافق فورا. فبتروح لمو وجين وهي متغاظة، وبتقولها إن شكل جيانج بيحبها جدا لأنه وافق يديلها الفلوس بسهولة علشان سلامتها. بيتصدم جين وبيقولها إنها كده كدبت عليه، لأنها أقنعته إن جيانج بيعامل مو وحش وبيكرهها. فبتقوله أيوة كدبت عليك علشان استغلك وتخطف مو واخد أنا الفلوس من جيانج. وبيوصل جيانج مع مساعده، وبيبعت الفلوس لحساب تشوي اللي بتفرح بطمع. فبيستغل الفرصة وبياخد مو في حضنه، وبيخلي مساعده يمسك الشوي ويسلمها للشرطة. ولما بيصدق ان الموضوع اتحل بيتجنن جين ان مو هتروح تاني منه، فبياخد خشبة علشان يضرب جيانج بيها، لكن مو بتزقه بتاخد هي الضربة. وبيصرخ جيانج برعب عليها. وفي المستشفى لما بتفوق بتقول جيانج بحزن انه كده ادى للشوي 50 مليون تاني، وهي كده هتضطر انها تسددهم له. قالها بحبي في طريقة وهي انك تبقي مراتي وحبيبتي بجد. وبيقرب منها وبيبوسها بحب، فبتفرح ومو بتوافق لان هي كمان حبته. لحد هنا بيخلص المسلسل. اكتبولي عايزين مسلسلات ايه تاني، وما تنسوش اللايك الحلو زيكم، ويا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة، واستنوني في ملخص جديد. باي باي.